الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. حضرتك برنامج الحياة، حضرتك طلبت ان انت تعملي معانا مداخلة. اه. تعرف بيكي؟ انا ندى. استاذة ندى، كام سنة؟ 22. 22 سنة. هل بعرف مشكلتك؟ مشكلتي ان انا كنت متجوزة لشخص اكبر مني. تمام. يعني انا عندي 22 سنة وهو 35، حاجة زي كده. تمام. معايا منه جوز عيال. معاكي ايه يا فندم؟ معايا منه جوز اطفال. طفلين. اه. تمام. ودلوقتي ان انا عايزة اطلع منه مش عارفة. وفي نفس الوقت حبيت واحد يعني من سني. تمام. يعني انا حبيته من سني، يعني لان انا مش قادرة اتأقلم معاه. حاسة ان هو جدي او والدي. تمام. طيب انت اتجوزتي ليه دلوقتي يا ندى؟ لما بيقولوا جواز اللي هو الغصب ده أو التقليد أي مين حاجة. غصبك عليه؟ أخويا. اخوك غصبك عليه؟ اه. هو انت منين يا ندى؟ من كفر الشيخ. تمام. نيجي بقى للقصة بتاعتنا اللي انت عرفتيه ده. عرفتيه ازاي؟ عرفت وأنا شغالة، كنت شغالة في محل وبروح وهو شغال معايا. يعني انت كنت شغالة وانت متجوزة ولا ده قبل ما تتجوزي؟ لا وأنا متجوزة. فلما اشتغلتي اتعرفتي على شخص تاني. أيوة. ظروفه ايه بقى الشخص اللي انت اتعرفتي عليه ده؟ هو من سني يعني أكبر مني بسنة. لا لا، يعني متجوز وكده ولا؟ لا. 23 لسه صغير. اه. تمام. طيب انت شايفة يا ندى ان انت يعني شكلك قدام الولد اللي انت عرفتيه وانت متجوزة حلو او كويس يخليه ان هو يفكر يتجوزك؟ بصراحة أنا حاسة إن أنا شكلي قدامه زبالة أوي. يعني انت عارفة الكلام ده كويس. اه. طيب انت عارفة ان الولد ده بينه وبين نفسه بيقول ان انت مش كويسة؟ عارفة. انت عارفة الكلام ده؟ اه عارفة. فقصة ان انت بتحبيه، فدي تشيليها من دماغك عشان هو مش بيحبك. لان هو لو بيحبك هيحارب معاكي وهيقولك مش هعرف عنك حاجة ولا الا لما تتطلقي عشان انا عاوزك في الحالين. فقصة ان هو يا ندى قابل ان هو يعرفك وانت متجوزة، فدي ليه اغراض هو في دماغه اللي هي بتاعت اي شاب بيعرف واحدة متجوزة بيبقى ليه غرض في دماغه. ما هو اللي مخليني متعلقة بيه إن هو بيقف جنبي يجري معايا إن أنا أتطلق. أهله بيقولوا له أنت مش هتاخد واحدة متطلقة، يقول لهم تمام. هحارب الدنيا كلها وآخدها. طيب لو يقول هو لهم أنت بيقول، هتعادي أهلك، يقول لهم أه هعادي أهلي. هو دلوقتي ظروفه ايه بحكم ان هو 23 سنة ولسه شاب وانت عندك طفلين؟ هل هو لما انت تتطلقي هيقدر يجيب لك شقة ويصرف على عيلين ويصرف عليكي، وزائد ده كله ان اهله هيتبروا منه عشان هم مش موافقين عليكي؟ هو هيقدر يعمل كده؟ ما هو فعلا بيصرف عليا أنا وعيالي دلوقتي. بيصرف؟ يعني ايه بيصرف عليك؟ هو شغال ايه يا ندى؟ شغال في المحل اللي احنا كنا شغالين فيه سوا. اكل يعني وشرب ولا هدوم ولا محل ايه؟ اه محل ملابس. طيب هل محل الملابس هيصرف على نفسه شاب وهيصرف عليكي وهيصرف على عيالك؟ انت متخيلة ان ده بيحصل؟ اه. لا بص يا حبيبتي، انت عشان بتحبيه فانت بيتهيألك ان هو بيصرف عليك وعلى عيالك. دلوقتي ابو عيالك ده ما بيصرفش عليهم؟ لا. يعني انت ما تعرفيش عنه حاجة؟ ما اه. تعرفيش عنه حاجة؟ ايوه. ولا بيكلمك ولا في اتصال ما بينكم ولا اي حاجة؟ ولا اي حاجة. طب واهله فين؟ اهله اخواته واهله كل ما اروح لحد فيهم يقولوا ملناش دعوة، اشتكيه احبسيه. انت كده بقاله قد ايه مش بيتواصل معاكي؟ عدى 6 شهور؟ يعني يجي سنة. يجي سنة. انت دلوقتي جوزك ده ايه اللي ما خلاكيش تروحي تجيبي محامي وترفعي عليه قضية خلع عشان يبقى انت مطلقة، بحيث لو جالك نصيبك بحد احسن او كده ما يبقاش في حاجة موقفاكي؟ ما انا مش عارفة، انا عندي كل الطفلين اللي معايا صغيرين، واحد سنتين والتاني 3 ومش بعرف لا اروح ولا اجي منهم. امال انت بتنزلي الشغل ازاي؟
ما بروحش شغل. امال انت بتصرفي ازاي؟ ما انا قلت لك الشخص اللي انا عرفته ده هو اللي كان بيصرف، هو اللي بيصرف علينا. لحد دلوقتي هو اللي بيصرف؟ اه. يعني هو بقاله سنة دلوقتي من ساعة ما جوزك غاب هو اللي بيصرف عليكي؟ اه. مم. طب هو بيصرف عليكي مقابل ايه انا ده؟ ما انا كل ما اقول له مش عايزه حاجه بيقول لي انا مش كده للاطفال. مم. تمام. ليه؟ يعني بيعمل معاك كده ليه؟ مش عارفه. مش عارفة؟ لا انت عارفة يا ندى هو بيعمل كده معاك ليه، بس مفيش حد هيعمل كده يعني لله وللوطن. ما علينا. بص يا ندى، انت الشاب دوت اللي انت معاه فهو يمين شمال زي ما انا بقول لك. في يوم من الايام في وقت من الاوقات هيفكر بينه وبين نفسه وهيقول ان دي كانت مرات راجل، وهي مع الراجل وهي لسه على ذمته كان معاها علاقة بيني وبينها. فده هيقوله بينه وبين نفسه، لو مش هيقوله قدامك فهو هيقوله. فانت يا بنت الناس دلوقتي اللي انت فيه ده غلط. انت كده بتدمري. انت فين اهلك يا ندى؟ موجودين. طب واهلك عارفين كل القصص اللي انت فيها دي؟ لا. مش عارفينها؟ مش عارفه، انا جوزي بس سايبني وخلاص. يعني هم مش عارفين ان في واحد دلوقتي بيخش ويطلع عليكي وهو مش جوزك؟ لا، ما اهلك. بتدخلش عندي. امال بتقابليه ازاي وانت ما بتعرفيش تنزلي الا اذا كان بيجيلك يديك فلوس؟ هم؟ الو. طيب هي دي المكالمة بتاعت ندى. انا دلوقتي انت طلبتي او انت طلبت ان انت تكلمني، يا تاخد مني الحل بصراحة يا بلاش منه خالص. قول لي ما تزعش، لو انت حاسس ان انت في حاجة هتحرجك قول لي ما تزعش، يعني من بدايتها كده. ما باجي اقول لك انا بعرض الحلقة قول لي لا لو سمحت خليها بيني وبينك، وبرضك هقول لك بيني وبينك الغلط اللي انت فيه. جيت عليكي عشان انت بتكلميني عايزه الحل. الحل بيبقى في ايديكي. يعني مكالمه زي دي دلوقتي انتوا سمعتوها، واحده زي دي واحد 23 سنه وهي دلوقتي يعني قدام الناس كلها وقدام ربنا هي على ذمه جوزها، وبتقول لي انا ما بعرفش انزل ولا اطلع، على طول قاعده في البيت، وواحد بيصرف عليها هي وعيالها بيقابلها فين وهي ما بتعرفش تنزل؟ ما هو بالعقل. لما انا قلت لها كده هي اتحرجت قفلت على طول. طب انت متصله بيا المفروض ان انا اقول لك ايه؟ انت صح وبرافو عليكي وخليه داخل خارج عليكي وانت مش مراته وعلى ذمه راجل تاني؟ انت عايزاني اقول لك ايه؟ الغلط غلط، ما فيش بقى فرق ما بين راجل وما بين ست. الراجل غلطان بقول الراجل غلطان. انا لما بيكلمني ناس كرجاله وغلطانين انا باجي عليهم وبقول له انت غلطان. بتكلمني بنت غلطانه بقول لها انت غلطانه وانت اللي قبلتي وانت اللي عملتي وانت اللي موديه نفسك في الحته دي. فهنتكلم يعني نتكلم بالصراحه وبما يرضي الله. يا بناقص بقى طالما انت عايزه حد يغمزك وحد يكذب عليكي ما تكلمنيش انا. روحي لواحده صاحبتك هتقعد تقول لك كلمتين تهديكي وتقول لك انت كده صح وانت كده برافو ما تجيش تكلميني انا او ما تجيش تكلمني انا. ماشي. عموما يا ندى لو هتسمعي المكالمه انت يا بنتي كل اللي انت فيه ده غلط وانت اللي حطيتي نفسك فيه، وما ينفعش ان انت تاني بقولها لك تبقى على علاقه براجل وانت لسه متجوزه. افضي الاول من علاقتك اللي انت متجوزاها سواء بمحامي لو انت ما بتعرفيش تنزلي، وبعد كده ابقي فكري هتعملي ايه. اتفضل.